السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندويو على جديد اللي كيخص اللاعبين المغاربة. مانشستر يونايتد مهتمة ليك باللعاب ديالنا سفيان امرابط، وهذا الشيء راه من شحال هادي وهي بغات مهتمة به من شحال هادي. صراحة ما نعرف اشنو كيتسناو، ويمكن انهم محتاجين عندهم خصاص بزاف ديال البوستات، منهم غارديان ومنهم قلب دفاع ومنهم ظهير ايمن ومنهم راس حربة يكون صريح. صراحة يعني يكون هذا هو السبب الأول اللي ما مخليش مانشستر يونايتد أنها تعاقد لك مع اللاعب ديالنا سفيان أمرابط. وأنا شخصيا من الناس اللي بغاو سفيان أمرابط أنه ينتقل للبروميير ليغ. علاش؟ حيتاش هو يلاه يطور راسو ذاك الدوري وغادي يجي ليه مع ستيل اللعب ديال سفيان أمرابط. ودابا انتقلوا للدوري الفرنسي رسميا. بي اس جي كتعاقد لك مع المدرب الاسباني لويس انريكي، مدرب تكتيكي بامتياز واللي غادي ينفع لينا اللاعب ديالنا اشرف حكيمي. يعني وكنتمنوا ان اشرف حكيمي يتطور مع هذا المدرب هذا ويرجع للنيفو ولا يفوت النيفو اللي كان عليه من شحال هادي. صراحه راه النيفو ديالو نقص بزاف بزاف. وانتقلوا دابا عند اللاعب ديالنا حكيم زياش اللي خرج عليه شي هضره ان النادي النصر السعودي غادي يتعاقد لك مع اللاعب المغربي، ولكن ماشي كيما العقد اللي كان عنده شحال هادي. شي امتيازات غادي تحيدو بسبب ديك المشكل اللي لقاو عنده في الركبه. ومع العلم ان حكيم زياش غادي يلعب معاهم يبرج وحده، يبر ديك الركبه الكوشيه صافي، غادي يبلبل لك التيران بها هذيك الكوشيه، يبلبل لك التيران بها. ختامها مسك وهكا باش نختموا الفيديو ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.